تشخيص خشونة مفصل الحوض بيتم عن طريق نفس المثلث اللي احنا دايما بنتكلم فيه هنا عندنا، اللي هو اول حاجة ان احنا لازم ناخد هيستوري او تاريخ مرضي من المريض ونعرف ايه الامراض المزمنة اللي هو بيعاني منها، خاصة ان الخشونة دي بتكون شكوى لمرضى كبار السن عادة، فلازم نتأكد ان هو ما عندوش اي امراض مزمنة مصحوبة مع الخشونة علشان دي هتأثر على القرارات وطرق العلاج المناسبة لكل مريض. ولازم نعرف المريض بيشتكي من ايه، ولازم نعرف اهم حاجة هي مدى الحركة بتاع المريض قبل العملية او الليفل اوف اكتيفيتي، لان المريض اللي بينزل وبيروح وبيجي وبيروح شغله وبيرجع من شغله غير المريض اللي هو كبير في السن يا دوب على قد ما هو بينزل مثلا يشتري حاجة ويرجع تاني او ينزل يصلي ويطلع تاني، يعني نشاطاته اليومية تعتبر الى حد ما بسيطة. تاني حاجة في الضلع بتاع المثلث زي ما احنا اوريدي عارفين هي الفحص السريري والاكزامينيشن اللي احنا بنعمله على المريض داخل العيادة بتاعتنا. اول حاجة لازم نتأكد منها هو مدى الحركة بتاع المريض، ولو المريض عنده فيه فرق في الطول فعلا حصل ده بيدينا انديكيشن او بيدينا خلفية ان المريض ده عنده خشونة متقدمة لدرجة ان هي تسببت في حدوث فرق في الطول بين الطرف المصاب بالخشونة والطرف اللي مش مصاب بيها او الطرف السليم. اخر حاجة واهم حاجة في الخشونة هي الاشعة العادية تماما، والاشعة العادية بتعتبر هي الكورنر ستون في التشخيص او هي اهم اداة لتشخيص درجات الخشونة، وعكس ما بيكون معظم الناس فاكرة ان الرنين ممكن يغنينا عن الاشعة العادية في معرفة درجة الخشونة عند المريض. درجات الخشونة بتتحدد فقط عن طريق الأشعة العادية، والأفضل لو عملناها في الوضع واقفا أو في وضع تحميل وزن على المفصل، ساعتها بنقدر نعمل اسسمنت كويس لدرجة الخشونة سواء من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ونحدد نوع العلاج المناسب لكل مريض على حسب الدرجة اللي هو وصل لها. أشعة الرنين مش بتبين أبدا نسبة الخشونة اللي موجودة، ودي حاجة احنا دايما بنأكد عليها في العيادة لما بيخش لنا عيان عامل رنين ويقول لي يا دكتور أنا عامل رنين، طب انت حضرتك طالب مني أشعة ليه؟ الأشعة العادية بتبين درجة الخشونة ازاي؟ احنا بمنتهى البساطة زي ما احنا شايفين فوق كده دول 4 درجات الخشونة اللي احنا كنا اتكلمنا عليهم في الصورة اللي قبل كده. لو احنا بصين على المفصل من جوه، احنا دلوقتي بصين عليه عن طريق الأشعة العادية. لو المريض ما بيعانيش من اي حاجة خالص هنلاقي ان في الحق وفي راس عظمة الفخذ وفي بينهم مسافة زي ما احنا مشاورين عليها كده، والمسافة دي بتتحسب وعادة بتكون اكتر من 2 مللي. كل ما بيحصل خشونة كل ما المسافة دي بتقل، لأن ال2 مللي دول بيمثلوا غضروف سطح المفصل. كل ما بيحصل تآكل في غضروف سطح المفصل اللي هو مش بيبان في الأشعة، بيبان كفراغ زي ما احنا شايفين فوق، تبدأ المسافة دي تقل تدريجيا لحد ما يبدأ يحصل احتكاك مباشر بين العظمتين اللي هو في حالة مفصل الحوض هي رأس عظمة الفخذ مع الحق. أول ما العظمتين دول يقابلوا بعض ساعتها المسافة بتكون 0. في الحالات المتقدمة يبدأ يحصل تآكل داخلي للعظام وتبدأ رأس عظمة الفخذ تاكل في الحق وبرضو الحق يعمل تآكل فيها، وتبدأ الشكل الدائري ليها يتآكل زي ما احنا شايفين في الصورة الأخيرة خالص. وهي في الصورة الأخيرة دي اللي يبدأ المريض يشتكي من فرق في الطول بين الطرفين، الطرف المصاب بالخشونة والطرف السليم، لأن حصل قصر في رأس عظمة الفخذ ناتج عن تآكل شديد لعظام رأس عظمة الفخذ.